الدجاج بالبصله والزبيب ديال الناس اللي يلاه بادين في لاكويزين وما عارفينش كيفاش غيطيبوه. المهم واحد الطريقه اللي غادي نوريكم سهله وبسيطه بزاف. كيف كتشوفوا معايا كاين الدجاج مشرمل مقاد، فيه الربيع، فيه الملحه، فيه سكينجبير، فيه الخرقوم، المصير، مسائل البزار. كتشوفوا معايا البصله ايمانسي. غنوريكم كيفيه التحضير ديال البصله ايمانسي، كيفاش غتقطعوها بالنسبه للناس اللي يلاه بادين ما غاديش يعرفوا كيفاش غيقطعوا، ولكن غنوريكم طريقه سهله. كتشوفوا معايا الزبيب. المهم كنقبض الدجاج مشرمل، كنديرسيه في الطاجين، يعني طريقه اللي بسيطه وسهله. نعم اسيدي. كندير فوق منه الشرموله ديالو، وكنغطيه وكنديرو فوق البوطه يتقلى. غنرجع نوريكم كيفاش تقطعوا البصله ايمانسي. كيف كتشوفوا طريقه راه سهله، غير هو خصك يديك تكون موقفهم بحال هكا. هادي بالنسبه للدراري اللي يلاه باجي في الكوزين كنوريهم كيفاش يديك بحال هكا. ما يمكنش تكون مسرح صباعك لان يقدر يقبضك الموس. كتسرح يديك بحال هكا، كتوقفهم، كتبقى تلمس وتجيبو بحال هكا باش كتعطينا البصله ايمانسي باش تجي معسله مع الزبيب. المهم هذه هي الطريقه، طريقه سهله باش نقطعوا البصله ايمانسي. المهم من بعد ما الطاجين تقلى كندير فيه واحد شويه ديال الماء. كندير فيه كاس تقريبا ديال الماء. ومن بعد غادي نوريكم طريقه تحضير الزبيب بالبصله معسل ان شاء الله. 20 دقيقه دازت على الطاجين. غنشوفوا فين وصل الطاجين ديالنا. الطاجين دابا راه هو هذاك. غندوزو دابا البصله، ندوزو الزيت، نديروها في الكاسرونه، نديرو شويه ديال الزيت باش نقليوها. البصله اللي شفتو معنا قبيله قربناها كنديروها، كنديرها تقلب. كنضيفو على الزبيب من بعد ما غسلناه. كنخليوه يتقلى واحد شويه، كنبقاو كنحركوه مزيان. كيف كتلاحظوا دابا راه بدات كطيح البصله، كتبان راه بدات تنشف. كنزيدو شويه ديال الماء، كنحركوها مزيان. كيف كنلاحظوا اللون ديالها بدا كيتبدل، كيرجع شويه بغان. كتشوفوا بدا اللون ديالها كيرجع قهوي بحال الشكل ديال الزبيب. الا بانت لكم المقله بدات كتشد الناس تجي بحال هكا، البصله راه هي اللي كتعطينا هاد لاكولور اللي بحال الزبيب. كنزيدو على الماء باش كتعطينا ديك لاكولور مزيان في البصله. دابا من بعد ما عطاتنا هاد لاكولور هادي كنضيفو لها العطريه. عندنا السكينجبير، البزار، الملحه، القرفه، شويه ديال الخرقوم،
شويه ديال السكر. بالنسبه للعطريه كنديرو على حسب الذوق ديال الانسان، يعني كل كيفاش كيبغيها، حلوه بزاف، مالحه، بسيطه، كل كيفاش كيبغيها، يعني على حسب العطريه وعلى حسب الذوق ديال الانسان، فهمتي؟ انا كتعجبني هاد البصله اللي تكون معسله مزيان، تكون حلوه، يعني كاين الانسان اللي مكيبغيهاش انها تكون حلوه. كنحركو هاد العطريه مزيان. كنضيفو واحد شويه ديال الماء لان راه كتلصق. دابا كنخليوها تخلى مزيان هاد العطريه هادي. دابا من بعد ما طاح البصله غنطفيو عليها وغندريسوها هنا في ديك الطاجين. من بعد ما كنسالي الديساج ديالنا كنغطيو الطاجين نخليوه واحد 2 دقائق، من بعد غنطفيو عليه ان شاء الله. المهم من بعد ما داز 2 دقائق كنطفيو على الطاجين ديالنا، غيكون وجد. الطاجين ديالنا غيكون وجد. المهم ها هو الطاجين ديالنا ديال الدجاج والبصله والزبيب كيف كتلاحظوا معنا، هو يعني طريقه سهله. المهم كان معكم السو شيف امين والشيف جواد، تابعونا على فيديوهات جداد ان شاء الله، وبالصحه والراحه.